اهلا بيكم في فيديو جديد في اخبار نادي الزمالك. غضب اسوريو بسبب مباراه الزمالك وبروكسي، وهنتكلم على رحيل سامسونج اكينيولا واعتزال محمد عبد الشافي في نهايه الموسم. كل ده نتكلم عنه، بس اتمنى قبل ما نبدا دعمكم يا زملكاويه اعمل لايك للفيديو، ولو انت جديد عندي في القناه اشترك في القناه، ويلا بينا نخش على اخبار نادي الزمالك. وهنبدا باول خبر معانا، وغضب اسوريو بسبب اداء لاعبي نادي الزمالك قدام بروكسي، وشفنا كمان ان هم اللعيبه بتنفذ تعليمات اخوان كارلوس اسوريو، وهو اتفاجئ كمان ببعض مستويات اللعيبه. عايز اقول لكم كمان ان هو يعني اعلن بشكل صريح كده ان في لعيبه كتير جدا في نهايه الموسم هتمشي من نادي الزمالك بسبب طبعا مستواهم اللي هو ما اقنعوش حتى في المباراه. هو بدأ التشكيل بدكة البدلاء وده اللي كان واضح جدا، ولكن مستوى اللعيبة بصراحة كان حاجة زي الزفت في مباراة يعني بروكسي وكده. وفي نفس الوقت برضو حتى الجمهور كان عنده غضب كبير جدا بسبب أداء اللعيبة، وبسبب كمان ان هم كانوا متأخرين مرتين، مرة ب1-0 مرة ب2-1، ولكن برضو قدر الزمالك ان هو يتأهل في النهاية. ولكن شايف ان هو كان فوز صعب قوي، على الرغم من ده فريق حتى من القسم الثاني المفروض انت تكسب على 3-4، ولكن الزمالك عايز اقول لكم ان هو ظهر بمستوى سيء جدا في المباراه. وعايز اقول لكم بعد كده ان اول الراحلين عن نادي الزمالك وهو البنيني سامسونج اكينيولا خد فرصه في مباراه بروكسي وما قدمش اي حاجه، وكان مستواه كان يعني نقدر عليه مقبول او ضعيف، حتى ما كانش هو اللي ظاهر في الفريق قوي. وكده سامسونج اكينيولا هيرحل عن نادي الزمالك، هيكون في فسخ التعاقد بالتراضي، حتى موجود البند ده في عقد سامسونج اكينيولا. وانا شايف بصراحه ان احنا لازم نستفيد بمكان حد اجنبي يكون قوي، يكون مهاجم، يكون خط وسط زي مثلا امام عاشور، فرجاني ساسي يجي. اتمنى حد طبعا يعوض يعني البودلة دول اللي هم اصلا لحد دلوقتي مفيش اي بديل لهم في نادي الزمالك. ولكن طبعا احنا عارفين ان مفيش دلوقتي اداره داخل نادي الزمالك، لان احنا عارفين طبعا مرتضى منصور تم عزله خلاص رسميا كده، فمش عارفين برضو مين اللي هيمسك التعاقدات داخل نادي الزمالك، او مين حتى اللي بيفكر يجيب صفقات جديده داخل نادي الزمالك. الخبر اللي بعد كده بيتعلق بحمزه المسلوسي. على فكره عمل مباراه مميزه جدا وجاب هدف في مباراه بروكسي، وهو ظهر بمستوى كويس. صراحه انا حمزه المسلوسي شايف ان هو اداؤه ما شاء الله يعني كويس جدا خلال الايام دي، ونتمنى ان هو يتطور ومستواه يعلى مع مباريات نادي الزمالك، خصوصا كمان ان احنا محتاجينه جدا خلال نهايه الموسم وعقده بينتهي، ولحد دلوقتي احنا مش عارفين اذا ما كان الزمالك هيجدد معاه ولا هيرحل في نهايه الموسم، وده برضه كله هنشوفه. وفي بعض الكلام الاخير كده بيقول ان هو يوسف اسامه نبيه خلاص هيرحل عن نادي الزمالك، والزمالك ناوي ان هو ما يجددش معاه. مش عارفين بصراحه، ولكن ده اللي بنسبه 70% يحصل خلال الايام اللي جايه. هو نجم موهوب، ولكن الفتره دي بيمر بفتره صعبه شويه، ومش شايفين ان هو بيقدم حتى مستوى كويس، وحتى ضيع هدف محقق في مباراه بروكسي، ولكن مش عارفين بصراحه اذا كان هو يفضل بالمستوى ده ولا لا. الخبر برضو الاخير معانا بعد كده بالنسبه للنجم محمد عبد الشافي، النجم الدولي اللي مهما نتكلم عليه مش هنديله حقه، خلاص بيقرر ان هو يعتزل في نهايه الموسم. طبعا هو حقق كل حاجه، حقق افريقيا مع الجيل الذهبي طبعا لمحمد ابو تريكه وعماد متعب ومحمد زيدان وعمرو زكي والناس دي كلها، وفي نفس الوقت برضه يعني وصل كمان كاس عالم مع الجيل 2018، وعمل كل حاجه يعتبر محمد عبد الشافي، واخد كمان معانا دوري. وكنت اتمنى بصراحه ان هو يكمل، ولكن اتمنى كمان ان هو يعمل مباراه اعتزال كبيره ان شاء الله، حتى تكون مباراه اهلي وزمالك. ولكن خلينا متفقين ان حتى جمهور الاهلي وجمهور الزمالك بيعشقوا جدا محمد عبد الشافي الخلوق المحترم، ونتمنى حتى ان هو لما يعتزل يكون حتى موجود في النادي، يكون موجود في جهاز فني، يكون مثلا عضو مجلس اداره. اتمنى بصراحه، ولكن واحد زي ده طبعا يفتقده في الزمالك. كده انتهى الفيديو بتاع النهارده، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وانت جديد في القناه اشترك في القناه. اشوفكم على خير، يلا سلام.